ويا هلا ويا مرحبا متابعين قناة جيجي جلوتين فري الحلوين، قناتكم لتسهيل حياتكم بدون جلوتين ولإبعادكم عن الحرمان. وكل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم الشهر الفضيل شهر رمضان. يا رب يهل عليكم بالصحة والعافية ويعود عليكم بالخير والبركة. ونبدي الكبة الخالية من الجلوتين. ويلا يا حلوين، هاي الوصفات الحلوة تستاهل. اللي ما مشترك ليها هسه يشترك وتضغطون لايك من ايدكم الحلوة حتى تدعمون القناة، وتعليق حتى نعرف انكم جاي تستفادون ومتابعين الوصفات اذا تحبون نستمر بهذه القناة طبعا. وشوفوا شنو حلات هالكبة هذه، شلون حلوة وشلون شكلها وطعمها جدا طيب وتماما تشبه كبة البرغل والجريش العادية. فشون سويت هنا ميكس حتى تطلع تشبه لها. استخدمت برغل ذرة أي نوع، الخشن أو الناعم، ومعاه طحين رز خشن أو ناعم، المهم إنهم خاليات من الجلوتين وإنهم يعني نظيفات متأكدين منهم. شوفوا ما شاء الله تجنن، مقرمشة من برا تجنن وش قد حلوة. وحتى تقدرون تسوونها للسوب همين، ما تاخذ وقت هواي بالسوب. نبدي بسم الله. هذه المقادير: كوبين برغل ذرة، كوب طحين رز، بهارات استخدمت كركم وفلفل أسود وقليل كمون، من كل شيء ملعقة صغيرة تقريبا، أقلهم الكمون، وملعقة صغيرة ملح حسب الملح حسب الرغبة. نخلطهم ونضيف عليهم مي مغلي. هاي الكمية أنا احتاجيت تقريبا 4 أكواب مي مغلي، هم راح أكتب لكم هسه 4 أكواب مي مغلي استخدمت هذه الوصفة. بس شنو يعتمد على الشركات شلون تطحنهم أو الطحن مالتهن هنا، هذا البرغل والذرة وطحين الرز، فتخلون ما يكفي إنه ينطبخن، يعني ينطبخن حد وحد، ما نريدهن كلش يذوبن. أول شي راح أحرسه بالمهراسة هذه اليدوية، طبعا أنا ما مصورتها للأسف، مالت البطاطا نفسها، مهراسة البطاطا اليدوية، نضغطها حيل حيل حيل، هذه اللي نهرس بيها، أو بشوكة كبيرة أو ملعقة، وبعدين راح نعجنها باليد لحد ما ينعم. طبعا راح ينعم ويانا. تقدرون تضيفون طبعا على الخليط بطاطا مسلوقة أو ملعقتين نشهم، تقدرون عادي. الحشوة لحم وبصل وبهارات اللي تحبونها. أنا أخلي شوي فلفل أسود وكركم بس وملح على الحشوة مالتي، وأحمسها بدون دهن. يعني استعمل دهن اللحمة يعتبر. اخلي البصل واللحم على طول، البصل بس يذبل وخلي اللحم. شوفوا ما شاء الله التشكيل بمنتهى الروعة، منتهى الروعة. طبعا لازم تنعجن كل زين، نسيت ما قلت لكم تعجنون لحد ما تنعم. يعني شوف ما شاء الله، يعني اسهل من السهولة التشكيل مالتها. العجينة طلعت ممتازة، انا لا ضفت عليها لا نشا ولا بطاطا. تقدرون تضيفون يعني ضايفة غير مرة انا، تطلع هم طيبة يعني، هم والله يعني ما طلع فرق هواي يعني، بس يريد يضيف تحسين الطعم ممكن. اعذرونا على الاخطاء. عامودة لحق على الفيديو لان ما اسوي طويل حتى لا يضوجكم. وهاي التشكيل مثل ما تشوفون، يجوز انتم تشكلون بعد اسهل مني، شكلوا بالطريقة اللي تحبونها. المهم العجينة كانت جدا رائعة وما تحتاج اي مجهود. تقدرون تسوون الكمية اللي تريدون وتخزنون. انا سويت كمية هاي زين لا بأس بيها. شوفوا باي شكل تريدونها تسوونها براحتكم. كمل التشكيلة، وهسه راح اقلي لكم من عندها وراح اخليه بالسوب. السوب ما تحتاج هواي لان تقريبا طبخن هن، فبالسوب تخلونها مجرد كم دقيقة، 4 دقائق كافي حتى مو 5. وبالقلي لا تخلون دهن عادي وتخلونها لحد ما تصير يعني مقرمشة، بس لا تزيدون قلي عليها حتى لا تيبس، لان بالتالي هذا برغل ذرة وطحين رز يعني يختلف. ما تحتاج قلي هواي، مجرد يعني ما تكتسب لون، ما تاخذ وقت هواي، مجرد تكتسب لون ونطلعها عادي، كلش كافي عليها هيجي. منتهى الروعة طبعا، مقرمشة وطعمها جدا طيب. يعني هذا الميكس كلش عجبني. كنت اسوي برغل وجريش الذرة اخذهن اثنينهن، هم يطلع طيب لا بأس فيه، بس هذا لا اطيب بهواي يعني. واسوي مسوية طبعا ما تطحين التمنة والتمة الوحديها هم طيبة يعني، ما كبة حلب، بس هذه تطلع مشابهة البرغل الحنطة يعني، برغل القمح. شوف ما شاء الله شلون مكسبة تجنن. انا اعتذر لان اشيل الصوت لان يعني هو الصوت عندي. وهاي هنا بالسوب هم جدا رائعة، ما تحتاج اي غلي هواي، قليل وما لا تفكك ولا شيء اذا تغلونها قليل. هذه هي شوفوها يعني مجرد 3 دقائق 4 تسوون السوب اول وتضيفوها وراح تطلع بمنتهى الروعة. وشوفوا مثل ما جاي تشوفون يعني مبينة من الشكل، ما يحتاج بعد واحد يحكي. اتمنى انها عجبتكم الوصفة ونالت استحسانكم، واتمنى تستفادون منها برمضان حتى تخزنون من عندها تقدرون اذا تحبون. وعليكم علينا بألف عافية. شكرا لمتابعتكم.